بديل اللبن الرايب في عيش الكوماج أو البكاكين بطريقة جديدة وعبقرية ومميزة جدا. تعالي عاملالك اختراع حصري والأول مرة، بديل اللبن الرايب أو بديل اللبن للعيش الكوماج أو البكاكين الفلاحي. ما عندكيش رايب؟ تعالي هقولك تعملي ايه. ما عندكيش لبن؟ تعالي هقولك برضو تعملي ايه. بطريقة اقتصادية جدا هتعملي احلى عيش كوماج لسحور رمضان. وصفة عيش الكوماج هتعتمديها طول شهر رمضان بإذن الله. تعالي بس انتي تابعي معايا الفيديو وشوفي هنعمل الكوماج الفلاحي ازاي. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني ياريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة اللي من غير لبن رايب. قصتنا النهاردة زهرة الكون الكوماج من غير لبن رايب. اول حاجة معايا نص كوباية مية تكون دافية، حطيت عليها معلقة صغيرة من الخميرة زي ما انت شايفة، ومعلقة صغيرة من النشا، ومعلقة صغيرة من السكر. اول حاجة انا بعمل اختبار للخميرة زي ما انت شايفاني يا زهرة الكون. لازم تعملي الحركة دي في اي مخبوزات. معلقة النشا مع معلقة الخميرة دي اعمليها في كل المخبوزات هتديك النتيجة خرافية. بس كده هنسيبها على جنب وهنجيب البولة بتاعتنا. تعالي هقولك هتعملي البديل ازاي. انا هنا هشتغل على نص كيلو دقيق. معايا نص كوباية من الدقيق ومعايا كوباية مية مغلية. هنحطها على الدقيق ونلفها بمعلقة خشب او معلقة سيليكون. المهم ايه، طبعا مش بايدك خالص زي ما انت شايفاني. عايزة العجينة دي تبقى ناعمة. يعني ايه ناعمة؟ ناعمة عشان العجينة نفسها تبقى معاكي ناعمة. دي اسمها عصيدة او اسمها العجينة اليابانية. دي طبعا هي اللي بديل اللبن الرايب. مش هنحط لبن رايب ولا هنحط زبادي ولا هنحط لبن. هي دي العجينة اللي انا بعملها، هي دي البديل بالظبط لعيش الكوماج. عشان يطلع معاكي طري وهيطلع معاكي مورق وهيطلع معاكي اسفنج. هيطلع معاكي حاجة خرافية وريحته تحفة. قبل ما تحط السمنة طبعا لازم العجينة دي تبرد معاكي. يعني سيبيها لمدة ايه، يعني 5 دقايق 7 دقايق سيبيها تبرد شوية حتى تحطي عليها السمنة وتحطي عليها الدقيق. بس انا حطيت ربع كوباية من السمنة، نصها زيت نصها سمنة. يا ريت لو حبذا حطيتيها كلها سمنة. ما تزوديش المادة الدهنية عشان ينتفخ معاكي. لو المادة الدهنية زادت معاكي مش هينتفخ معاكي البكاكين. بس هنا حطيت باقي الدقيق. ومعايا هنا الخميرة زي ما انت شايفة الخميرة عملت معايا فوم ازاي. يعني الخميرة معايا كده ممتازة ونشطة. حطيت طبعا ايه نص كوباية المية اللي هي الخميرة. كده احنا مش هنستخدم لبن زي ما قلتلك، هنعجن بالمية. هنشوف هناخد كمية مية قد ايه. طبعا على العصيدة وعلى نص كوباية اللبن مش هتاخدي بالكتير نص كوباية على ايه، على باقي السوائل بتاعتنا. بس كده هنعجنها. طول ما انت بتعجني حاسه بملمس العجينه في ايدك. طبعا هنا هيبقى ايه، العجينه هتبقى طريه معاكي خالص. بس هتحطي ايدك اللي هي مش بتعجني بيها مش هتلزق معاكي زي ما انت شايفه كده بالظبط. شايفينها ملزقه في ايدي اليمين وايدي الشمال طبعا ما فيهاش عجين، مش ملزقه خالص زي ما انت شايفه كده. معايا العجينه طريه، والعجينه هنا حاسه انك كانك بتعجني بسكوت مش بتعجني قرص. يعني العجينه مش هتلاقيها فيها عرق ولا اي حاجه. عارفه الدقيق بتجيبيه وما فيهوش عرق؟ هو ده بالظبط. انا عايزه القوام ده بالظبط زي ما انت شايفه كده. العجينه معانا طريه ملزقه بس مش بتلزق بايدنا ايه النظيفه. شويه زيت صغيرين في البوله بتاعتنا ونحط العجينه بتاعتنا. شايفين العجينه ملمسها بصراحه تحفه. انا عايزاكي تجربي الوصفه دي عشان تحكمي انت بنفسك وهتحكمي على الطعم. طعم بصراحه خيال. بس كده سبتها تخمر. طبعا لازم ايه تغطيها وتدفيها كويس عشان الجو برد. وبعد كده تسيبيها تخمر من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب الجو طبعا عندك. شايفين العجينة خفيفة ازاي؟ خفيفة. شايفينها كلها فراغات. هوريكي في اخر الفيديو التخمير بتاعنا طلع ناجح 100%. بس كده كوريها طبعا على حسب القرصة اللي انت عايزاها، كبيرة عايزاها صغيرة زي ما انت عايزة. حجم القرصة ده بتاعك انت. يعني كوريها زي ما انت عايزة، 100 جرام 50 جرام 70 جرام زي ما انت عايزة بالظبط. انا بعملها بالدقيق وبعد كده ايه بلفها زي ما انتوا شايفين. هكور كل الكور بتاعتي وبعد كده ايه ارجع لكم. شايفين يا زهرة الكون؟ شايفة معايا الطريقة سهلة ازاي؟ ولا استخدمنا لبن رايب ولا زبادي ولا حتى ايه لبن عادي. زي ما انت شايفة كده عملتلك البديل اللي هيخليلك القرص دي او الكوماج حاجة خرافية.
بس كده. مجرد انت طبعا انت وبتقطعي حاولي ايه تغطيها بكيس عشان وشها ما ينشفش معاكي او ما يقشفش معاكي. بس خلصت انا من هنا على طول اشتغلي فرد، لاني اصلا العجينة دي مش هتستحمل معاكي انها ايه تقعد تخمر يعني كتير، لا انت فردي على طول هي هتتفرد معاكي. شايفين؟ بالفرادة بايدك زي ما انت عايزة، الاسهل ليك اشتغلي بيه. بصوا شايفين ناحية فيها دقيق وناحية ما فيهاش دقيق. هقولك تعملي ايه لما تاجي تحطيها على ايه القماشة النظيفة اللي انت محضراها او ملاية نظيفة زي ما انت ايه الموجود عندك. بس كده بالفرادة، وحاولي ما تفرديهاش قوي، يعني تسيبي فيها سمك صغنن كده عشان تبقى في طبقة فوق وطبقة تحت لايه للكماج بتاعك. شايفة؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ما تفرديهاش قوي عشان ما تبقاش خفيفة خالص. لو فردتيها قوي هتبقى ايه مبطبطة معاكي في الفرن كده ومش هتقب معاكي في الفرن. الطريقة سهلة وبسيطة خالص زي زهرة الكون زي ما انت شايفة، وجربي ومش هتندمي. بس كده تمام. هنخلص كل الكمية برضو ونرجع تاني مع بعض عشان الفيديو ما يطولش عليكي. هنعمل اخر واحدة مع بعض وهقولك تعملي ايه لما تاجي تحطيهم على القماشة. ما تحطيش الناحية اللي تحت، خليها من فوق، والوش اللي انت بتفردي فيه ايه حطيه من تحت. انا ليه بقلب واعدل في القرصة بتاعتي عشان يبقى تحت زي فوق. دي معلومة مهمة لازم تعرفيها. بصي هنا دي الوش وده الظهر مثلا، بصي حطيها على الوش اقلبيها، ولما تاجي تخبزيها هنعدلها على ايه على العدلة بتاعتها. انا ليه في الفرد بقى افرد قدام وورا عشانك القرصة تبقى ايه فوق زي تحت بالظبط زي رغيف العيش، ما تبقاش حتة رهيفة وحتة تخينة. بس كده انا بقى هغطيهم، وهنا لازم تسيبيهم على الاقل نص ساعة، لازم يقعد نص ساعة على الفرشة النظيفة الحلوة القمر دي. وبعد كده ايه نخبزه. ما تقولوش الصينية ليه شكلها كده، دي صينية بيتزا، بيتزا اللي هي بتاعت المخابز. بصوا بنعدلها اهي، شايفين انا بعدلها اهو. بصوا بحطها على الوش بتاعها، والصينية مثلا ايه تدخليها الفرن، والفرن هنا يكون سخن خالص عشان تقب معاكي. مجرد ما تحطيها لازم تقب، والنار طبعا لا تبقى عالية قوي ولا تبقى واطية قوي، عايزين نار ايه متوسطة عشان يقب معاكي بسرعة وما ياخدش لون معاكي ايه، يعني على الاقل يبقى لونه مثلا حلو كده، ما يبقاش لونه مثلا يحمر منك قوي من تحت ومن فوق، لا. بس كده يا زهرة الكون. شايفين طبعا على حسب نوع البوتاجاز بتاعك، ممكن تشغلي تحت وتطفي تحت وتشغلي فوق، عندك فوق وتحت شغلي فوق وتحت. بصراحة تحفة تحفة تحفة. شايفين انا عايزة اوريكم بس التخمير عامل ازاي من جوه. حد عمل بكاكين بالطريقة دي قبل كده؟ طبعا لا، دي اول مرة وحصرية عندي هدى وبس، عندي اسرار الطبخ مع هدى. شايفين؟ عارفين القطن؟ هي قطن. بصوا انا بطلعكم اللبابة ازاي. بصوا شايفين التخمير؟ حاجة بصراحة تحفة، اختراع يا كوتش. بديل لبن الرايب، ولا تحطي لبن رايب ولا تحطي لبن. شايفين البكاكين او الكماج؟ حاجة بصراحة تحفة لسحور رمضان. اعتمدي الوصفة دي طول الشهر عندك. لو نص كيلو هتشتغلي 2 كيلو وتفرزيها ماشي، 3 كيلو وتفرزيها مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة ايدك ما تنسانيش في الشير واللايك والاشتراك يا زهرة الكون. ومع السلامة، اشوفك فيديو